أروح هي الفحلة تاعي اللي راهي بحرت لك قهوة العصر باش تقدميها. جبت لكم اليوم واحد الخبزة ولا واحد الموسكوتشو ولا سموها بريوش محشي بواحد الكريمة من أروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. والأهم من ذلك بدون بيض بدون مارغرين، وتقطع كمية لا بأس بها، دارت لي 15 حبة كبيرة. بسم الله على بركة الله. نمروا للمقادير. عندنا كاس حليب دافي، كاس ماء دافئ، كاس إلا ربع سكر، ملعقة كبيرة ونصف خميرة الخبز. عندنا الزيت، كاس إلا ربع زيت، وعندي رشة تاع الملح، وعندي لافاني، ونطمو بالفرينة. في الريسيبيون تاعنا حطيت الماء، ضفت عليه الحليب، ضفت عليه خميرة الخبز. ديروا ملعقة ونصف كبيرة تاع خميرة الخبز كي نكونوا في الشتاء. في الصيف ديروا غير ملعقة. ونحرك هكذا بالفوي، ونضيف لها اثنين كيسان تاع فرينه، ونغطوها بالبابي فيلم ونخلوها تختمر معنا واحد 10 دقائق. هنايا نضيف لها باقي المكونات اللي هي كاس الا ربع زيت. نحرك هكذا بالفوي، نتخلص من الفوي، ونضيف لافاني. تقدروا تضيفوا مبشور الليمون ولا مبشور البرتقال كذلك، ونكملوا بالفرينه. شوفوا كيس خميره الحلو. البنات الفرينه اللي هنايا نبقى نضيف في الخليط في العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه تلتصق. شوفوا البنات تلتصق كثيرا. شوفوا البنات هنا واش ندير. رايحه نجيب الزيت هكذا، سلكت يديا وجبت الزيت، وضعته هكذا من الاعلى ودخلته كامل بهذه الطريقه هكذا، ونعاود نغطيه بورق الفيلم ونخليها تختمر معي. ما بيد نروح ندير الكريمه. للكريمه واش عندي كاس ونصف تاع حليب. سعه الكاس 220 مليلتر. عندي الفلون تاع الكراميل 50 غرام، ما يعادل 3 ملاعق كبيره. عندي ملعقه كبيره نيشا لا مايزينا، وعندي ملعقه كبيره كاكاو. نحرك كلش بالفوي ونحطها فوق النار حتى تتكاثف معايا. البنات الوصفه راهي بالتفصيل على قناتي اطبخ وتعلم مع مينو بسمله، وغير بالعقل. تيك توك راكم عارفين لازم نغصبوا فيه. هنايا كانت خاصتها الحلاوه، درت لها ملعقه كبيره تاع سكر حبيبات. نحط لو بابي فيلم اون كونتاكت بوغ ايفيتي لا كروت، باش نتفادى هذيك القشره. ونروحوا للعجينه ونخليها تبرد. انا خليتها في المجمد. رحت العجينه تاعي، توجور الاستعانه بالزيت. الطول تاع الصينيه تاعي 40 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. قسمت هذيك العجينه تاعي الى قسمين. حطيت القسم الاول في الصينيه تاعي اللي كنت دهنتها بلا مارغرين، وبقيت هكذا بالكف تاع اليد كيما راكم تشوفوا حتى كامل بسطها، ولازم تكون على نفس السمك. جبت الكريمه تاعي اللي كانت في المجمد، حركتها هكذا بالملعقه، ورايحه نحطها كطبقه فوق الطبقه الاولى تاع العجين. نبسطها هكذا بالملعقه كامل بهذه الطريقه. ولا هنا البنات ما نقدرش نحطوا العجينه ونبقاو نفتحوا فوق الكريمه، نحطوها سوغ لو بلون دو طرافاي، نرشوه بالطاحين بالفرينه هكذا ونعبرها، ونجي نحطها كيما راكم تشوفوا. الصوره راهي تشرح نفسها. ولازم تروحوا للاطراف البنات باش الكريمه ما تخرجناش. قلت لكم الوصفه راهي في اليوتيوب بالتفصيل الممل، وما تبخلونيش بالابوني البنات. هكذا، ونغطيها بسربيته نقيه ونخليها تخمر. بعد ما تخمر معايا نشعلها على نار متوسطه من الاسفل. كي نشوفها حمرت من الاسفل نطفي ونشعلها من الفوق. جبت لهنا المعجون وهي دافئه، خلوها تدفى، ما ديروها شويه سخينه. حطيت كامل معجون المشمش. كان عندي شوفوا شويه فيوتين، وبعد تفكرت بلي عندي شويه كاوكاو محمص ومطحون. درت هكذا على الوجه. وانتي خدمي الجود بالموجود، انتي خدمي بواش عندك في المنزل. هنا كانت عندي الشوكولا بذوق البندق، هذيك الوجدان. درت هكذا خطوط. وبالصحة والراحة البنات، صدقوني من أروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. والحاجة اللي مليحة أن ما فيهاش التعب في وقفة ديريها. البنات اللي عجبكم الفيديو ما تبخلونيش بحركة اكسبلور حتى تعم الفائدة وتتعرفوا على قناتي. وبالصحة والراحة. وقسمت لكم حبيبة من أجل مصداقية الوصفة. في أمان الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.